السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهاردة الدرس الثاني للصف الخامس الابتدائي بعنوان قصة نشأة الحضارة المصرية. طب يعني ايه يا ميس قصة نشأة الحضارة المصرية؟ اقول لكم، مش احنا لما نروح نزور الاهرامات وابو الهول بنقف كده قدامهم او اي اثار موجودة في ايه؟ في اي مكان، بنروح كده ونبص عليها ونقول ايه ده؟ هي الحاجات دي اتبنت ازاي؟ والإنسان زمان كان عملها إزاي؟ فكل الحاجات دي هنجاوب عليها، وهنعرف الإنسان كان عايش إزاي أيام زمان وعمل إيه. أول حاجة نعرفها إن الإنسان أيام زمان ما كانش عايش زينا كده. أمال كان عايش إزاي يا ميس؟ كان عايش فوق الهضاب. كان عايش فين يا ميس؟ فوق الهضاب. طب كان بيعمل ايه يا ميس فوق الهضاب؟ تخيلوا بقى، فوق الهضاب ما كانش موجود ميه غير ماء المطر. ما كانش موجود ميه غير ماء المطر فوق الهضاب. يعني الانسان كان بيعتمد على ايه يا ميس؟ كان بيعتمد على ماء المطر في ان هو يشرب وفي ان هو ياكل. ازاي؟ مش ماء المطر لما ينزل على الارض بعد كده بيبقى فيه ثمار، صح كده؟ اهو الانسان بقى الانسان المصري القديم كان بياخد الثمار دي وياكلها ويتغذى عليها. طيب كان بياكل لحمة؟ كان بيصطاد حيوانات وياكل وكان عايش حياته. بس ما كانش فيه استقرار. ازاي يا ميس؟ كان بينام فين؟ كان بينام في الكهوف. الكهوف دوت مكان كده محفور كده، زي مكان محفور كده، تمام، في جبل، وهو كان بيبات فيه. يعني كان بيته على طول يا ميس؟ لا طبعا. ليه؟ عشان الثمار كانت بتخلص وما كانش بيبقى فيه حيوانات، فيضطر ان هو يعمل يروح مكان تاني علشان مكان فيه اكل وفيه حيوانات عشان يقدر يعيش. ايه اللي حصل؟ حصلت له مفاجأة ما كانش عامل حسابها. ايه هي؟ ان الدنيا ما كانتش بتمطر. الدنيا ما كانتش بتمطر خلاص. حل الجفاف، يعني ما بقاش فيه مطر. لما ما بقاش فيه مطر ما فيش اكل، فيعمل يموت من الجوع؟ لا طبعا. قال انا هنزل من بقى الهضاب دي، فوق الهضاب هنزل منها عشان اشوف مكان اللي مكان يكون فيه ميه. عمل راح نزل لوادي النيل. لما نزل وادي النيل لقى نهر النيل جميل وفيه ميه. قال الله، طب ما انا هنا اقعد هنا واشرب الميه الجميله دي. طيب قعد يفكر، هو انا هاكل ازاي؟ لازم اتعلم ازرع ازاي واكل. ففعلا عرف وقتها الزراعة وعرف ازاي يربي الحيوانات، وابتدى يعمل وابتدى يزرع ويربي حيوانات. هل بقى ينفع ياخد الارض معاه وهو ماشي ويروح مكان تاني؟ لا طبعا. ده هو يا ميس قعد وزرع، وكان بياكل من الزرع بتاعه وبيربي الحيوانات. فاضل تاني؟ ما فاضلش حاجة غير انه يعمل لنفسه بيت. طيب فهو فعلا استقر في المكان دوت وعمل فعلا لنفسه بيت. جاب الطوب اللبن وعمل وعمل لنفسه بيت صغير. طب ايه اللي حصل؟ هيقعد لوحده؟ لا، في ناس تانية عملت زي ما هو عمل. عملوا قرى، عملوا عملوا بيوت جنب بعض. بيت جنب بيت جنب بيت. فدي بقى اسمها بقى اسمها قرية. وقرية تانية بيت جنب بيت جنب بيت، وبقى بقت قرية. وبعد كده القرى زادت والبيوت زادت وبقت أكتر. بقى اسمها بقى اسمها مدن. يعني يميس البيت الصغير كان لوحده، بعد كده بقت بيوت كتير، بيوت شوية بيوت جنب بعض بقت قرى، وبعد كده بقت القرى دي بقت مدن لأنها بقت بيوت أكتر بكتير من من القرى. طب بعد كده مجموعة من القرى كده اتحدوا مع بعض وقالوا ايه رأيكم نعمل لنفسنا إقليم؟ يعني ايه إقليم؟ الإقليم دوت بيحكمه حاكم واحد. بيحكمه بيحكمه حاكم واحد، بيكون ليه حاكم واحد، وكمان بيكون ليه عاصمة واحدة. بيكون ليه عاصمة واحدة، يعني بيحكم من قرية واحدة. في قرية كده الحاكم بيقعد فيها ويحكم منها، تمام. وكان ليها معبود لوحده، يعني كانوا كل قرية، كل إقليم كان بيعبد حاجة معينة، تمام كده. طيب يعني يميس شوية قرى اتحدوا مع بعض وقالوا يلا نعمل لنفسنا إقليم.
وشوية قرى تانيين قالوا لنفسنا احنا هنعمل برضو اقليم تاني زيهم، وكمان قرى تانية اتجمعوا وقالوا برضو احنا هنعمل لنفسنا اقليم. طب ايه اللي حصل يا ميس؟ الاقاليم بقت كتير، بقت 42 اقليم، كلهم اتحدوا مع بعض وبقوا 42 اقليم. يعني ايه يا ميس؟ يعني كل اقليم من ال 42 ليهم ايه؟ ليهم حاكم واحد يا ميس بيحكمهم، وكمان ليهم ايه؟ ليهم يا ميس عاصمة واحدة. يعني ايه؟ يعني مكان الحاكم بيحكم منه، وكمان ليها ايه؟ معبود يا ميس لوحده. كان كل اقليم بيعبد حاجة مختلفة عن التاني. احنا طبعا بنعبد ربنا، ها؟ طيب، وكان ليها كمان ايه؟ كان ليها جيش لوحده. الجيش ده بيعمل ايه يا ميس؟ بيدافع طبعا عن الاقليم. طيب، ال 42 اقليم دول عملوا ايه؟ كان في اقاليم موجودة في الشمال وفي اقاليم موجودة في الجنوب. في أقاليم موجودة في الوجه القبلي وفي أقاليم موجودة في الوجه الإيه؟ البحري. يعني في أقاليم موجودة هنا وفي أقاليم موجودة تحت هنا. الأقاليم اللي موجودة هنا قالوا إيه رأيكم نتجمع كلنا ونعمل لنفسنا مملكة؟ قالوا ماشي. وإيه يعني؟ دي حاجة كويسة. ليه؟ لأن لما يتحدوا مع بعض هيكونوا إيه؟ أقوى. سموا نفسهم مملكة الشمال. يبقى اللي فوق سموا نفسهم ايه؟ مملكة الشمال يا ميس. طيب، العاصمة بتاعتهم منين؟ العاصمة بوتو. العاصمة ايه؟ العاصمة بوتو، وده المكان اللي بيقعد فيه الحاكم ويحكم ايه؟ ويحكم المملكة كلها. طب دي موجودة فين يا ميس؟ موجودة في دسوق، ودسوق دي موجودة في محافظة كفر الشيخ. تمام، موجودة فين؟ في دسوق يا ميس، ودسوق موجودة في كفر الشيخ. طيب، مش لازم يعملوا لنفسهم شعار؟ قالوا لا، احنا لازم نعمل لنفسنا شعار عشان اللي يشوفوا الشعار دوت يقولوا ايه ده؟ دي مملكة الشمال. فعملوا لنفسهم نبات البرد شعار. الحاكم قال لا، انا لازم يكون ليا تاج، اعملوا لي تاج. فعملوا له ايه؟ قالوا له طيب احنا نعمل لك تاج احمر، تمام، تلبسه وقت ما انت ايه؟ بتحكم. تمام. طيب، قالوا احنا هنفضل كده من غير معبود؟ لا، احنا لازم نعبد حاجة مختلفة. هنعبد ايه؟ ثعبان الكبرى. عبدوا ايه؟ ثعبان الكبرى. يبقى نقول تاني دلوقتي الأقاليم اللي فوق دي هنا في الوجه الايه؟ البحري، جمعوا نفسهم وقالوا احنا هنعمل ايه؟ قالوا يا ميس هنعمل مملكة الشمال. برافو عليكم. قالوا ان احنا لازم يكون لينا عاصمة. العاصمة اسمها ايه؟ ها؟ اسمها بوتو يا ميس، وده المكان اللي قعد فيه الحاكم ويحكم ايه؟ بيحكم المملكة كلها. تمام كده؟ طب بوتو موجودة فين؟ موجودة في دسوق يا ميس في كفر الشيخ. طيب، عملوا ايه؟ قالوا لا، احنا لازم يكون لنا شعار عشان اللي يشوف الشعار دوت يقول ديت مملكة الايه؟ مملكة الشمال. عملوا لنفسهم فعلا الشعار اللي هو ايه؟ نبات البرد يا ميس. الحاكم طلب منهم ايه؟ قال انا لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي تاج. اعملوا لي تاج. عملوا له تاج لونه ايه؟ عملوا له تاج لونه احمر. طيب، هيعبدوا مين؟ قالوا احنا لازم نعبد حاجة مختلفة. عبدوا مين؟ عبدوا ثعبان الكبرى. تمام كده؟ طيب، مملكة الجنوب تسكت كده وما تعملش لنفسها حاجة؟ لا طبعا. عملوا ايه؟ قالوا احنا برضو هنجمع نفسنا ونعمل لنفسنا مملكة اسمها مملكة الجنوب. يعني الأقاليم الوجه القبلي جمعوا نفسهم وعملوا لنفسهم مملكة الجنوب. مملكة الجنوب قالوا احنا لازم نحكم من ايه؟ من مكان معين. منين؟ من نخب. الحاكم كان بيحكم، كان قاعد في نخب وبيحكم المملكة. من مين؟ من نخب. نخب دي موجودة فين؟ في شمال إدفو يا ميس. شمال إدفو موجودة في أسوان. يعني أنا لو رحت شمال إدفو ورحت أسوان ورحت شمال إدفو هلاقي نخب موجودة. تمام كده؟ طيب، قالوا بقى لازم نعمل لنفسنا برضو شعار. الشعار بتاعنا إيه؟ زهرة اللوتس. الشعار بتاعهم إيه؟ زهرة اللوتس يا ميس. الحاكم هيفضل من غير تاج؟ لا طبعا يا ميس، لازم يكون ليه تاج. طب التاج بتاعه لونه ايه هنا؟ لونه ابيض. برافو عليكم، احسنتم. طيب، المعبود هم عبدوا ايه؟ عبدوا انثى النسر.
عبدوا ايه؟ انثى النسر يا ميس. طيب نقول تاني، تمام؟ طيب اقاليم الوجه القبلي عملوا نفسهم ايه؟ برافو، انا سامعه ناس بتقولي مملكه الجنوب. تمام. طيب حكموا بقى، الحاكم كان بيحكم منين؟ من نخب. الحاكم كان بيحكم منين؟ من نخب يميس، ودي شمال إدفو، موجودة في محافظة أسوان. تمام، برافو عليكم. الشعار بتاعهم الشعار يميس زهرة اللوتس. طيب التاج بقى، الحاكم كان بيلبس تاج لونه ايه؟ لونه أبيض يميس. وكانوا بيعبدوا ايه؟ كانوا بيعبدوا أنثى النسر. تمام كده؟ طيب نشوف بقى الصفحة اللي بعدها بتتكلم عن ايه. ركزوا معايا، احنا قلنا الإنسان كان عايش فين في الأول؟ فوق الهضاب يميس، وكان بيتنقل من مكان لمكان. ايه اللي حصل؟ حصل جفاف. بعد ما حصل جفاف ايه اللي حصل؟ نزل وادي النيل عشان اللي يدور على أكل. بعد كده عرف وادي النيل ايه؟ عرف يميس الزراعة وتربية الحيوانات. هيقعد في الشارع؟ لأ يميس بنى لنفسه بيت. طيب البيت ده حصل له ايه؟ بنى لنفسه بيت منين؟ من طوب اللبن يميس. وبعد كده الناس عملت ايه؟ بنت بيوت جنبه. بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها قرى. وبعد كده القرى دي عملت ايه؟ البيوت زادت، بقت اسمها ايه؟ بقى اسمها مدن. بعد كده يميس مجموعة من القرى اتحدوا مع بعض وبقوا إقليم، ومجموعة تانية بقت إقليم، ومجموعة تالتة بقت إقليم. بقى كام إقليم؟ 42 إقليم يميس. شو الأقاليم اللي موجودة في مملكة الشمال قالوا لبعض إيه؟ قالوا لبعض إحنا هنعمل لنفسنا إيه؟ هنعمل لنفسنا مملكة. وبرضو الأقاليم اللي موجودة في الوجه القبلي اللي هي تحت دي قالت هنعمل لنفسنا مملكة. واللي فوق بقت مملكة إيه؟ الشمال، واللي تحت مملكة الجنوب. طب مملكة الشمال بتحكم منين؟ من بوتو يميس، موجودة في دسوق في كفر الشيخ. كانوا بيعملوا ايه؟ الشعار بتاعهم نبات البرج، والتاج بتاعهم لونه احمر، وكانوا بيعبدوا ثعبان الكبرى. طب محافظة مملكة الجنوب، مملكة الجنوب يميس كانوا بيحكموا من نخب، ونخب دي موجودة في شمال الإدفو ومحافظة أسوان. الشعار بتاعهم زهرة اللوتس. التاج بتاع الحاكم لونه أبيض. المعبود أنثى النسر. برافو عليكم، أحسنتم. طيب بعد كده، بعد كده بقى كان في ايه؟ قلنا كان في مملكة شمال ومملكة جنوب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان فكروا ان ايه؟ ان مملكة الشمال ومملكة الجنوب يتحدوا مع بعض. كان في محاولة ايه؟ ان مملكة الشمال تتحد مع مملكة الجنوب ويكونوا بلد كلها واحدة. طيب حصل ايه؟ حصل ان نجحت مملكة الشمال في انها توحد مصر. يعني بتقول لهم ايه؟ خلينا احنا الاتنين مع بعض، وخلينا ايه؟ لينا حاكم واحد ولينا ايه؟ عاصمة واحدة. طيب خدت مدينة ايه بقى؟ اخدت مدينة ايه؟ اخدت مدينة أنهليوبلس. مالها؟ تحكم منها. موجودة فين؟ عين شمس دلوقتي. موجودة ايه؟ عين شمس دلوقتي تكون عاصمة للبلاد. تمام، يعني المحاولة اللي هو حاكم مملكة الشمال قال انا هوحد ايه؟ انا هوحد البلاد كلها وتكون بلد واحدة ويكون حاكم واحد. تمام كده. واخد مدينة أنهليوبلس اللي هي ايه؟ اللي هي يحكم منها. تمام، وأنهليوبلس موجودة فين؟ في عين شمس يميس، ودي تكون عاصمة البلاد. طيب دي فضلت كده ناجحة كده؟ لا طبعا يا ميس، ده على طول بعدها بفترة بسيطة جدا فشلت، ورجعت تاني مملكة الجنوب لوحدها ومملكة الشمال لوحدها، ولا أكن حاجة حصلت. وبقى دي ليها حاكم لوحده ودي ليها حاكم لوحده. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل ان جه الملك مينا، اللي هو الملك نعرمر. اسمه الملك نعرمر او اسمه الملك مينا. عمل ايه؟ قال لا، انا لازم اعمل ايه؟ لازم اجمع تاني البلاد مع بعض. اخلي كله ايه؟ يتجمع مملكة الشمال مع مملكة الجنوب، ويكونوا كلهم يتحدوا مع بعض، ونعمل ايه؟ نعمل بلد واحدة لحاكم واحد. طب دي نجحت ولا فشلت؟ ها؟ دي نجحت يا ميس، دي
نجحت وبقت ايه، وفعلا الملك مينا فعلا عمل ايه، وحد البلد كلها وخلاها بلد واحدة وبقت ايه، مصر. تمام. طيب ده حاكم ايه، حاكم مدينة طيبة. حاكم مدينة ايه، مدينة طيبة. واستطاع الملك نعرمر اللي هو حاكم مدينة طيبة ان هو يعمل ايه، ان هو يوحد البلاد. تمام كده. طيب بعد كده، بعد كده بقى ايه إيه بعد كده عاشوا بقى وايه، والسنين عدت. تمام كده. بعد ما السنين عدت، ايه اللي حصل، اللي حصل ان المؤرخين قسموا بقى الايه، قسموا العصور. ليه؟ قسموا تاريخ مصر القديم بعد ما عدت سنين كتير. قالوا ايه، قالوا ان حكم مصر 30 أسرة. حكم مصر كام أسرة، 30 أسرة. فاحنا لازم نعمل ايه، لازم نقسم ال 30 أسرة لإيه، لعصور. يعني إيه، يعني نحكم كل وقت كده نحكمه لوحده ونقول عليه إن ده عصر. طب هنبتدي بعصر الملك مينا. وقت ما الملك مينا بقى ايه، وحد البلاد وبقت ايه، بقت كلها مصر وبقت بيحكمها حاكم واحد. ده اسمه العصر العتيق. يبقى ده اسمه ايه، اسمه يميس العصر العتيق. الوقت اللي الملك مينا حكم فيه اسمه العصر العتيق. تمام. ليه؟ ان البلد وقتها كانت مستقرة، يعني كان بيحكمها حاكم واحد، وكان ليها عاصمة واحدة، وكان ليها شعار واحد. والملك مينا وقتها كمان لبس التاج لونه أبيض وإيه وأحمر مع بعض. وعمل إيه، البلد وقتها كان فيها استقرار. بعد اللي حصل، بعد كده حصل إيه، بعد كده عدى وقت، وبعد كده بقوا بيعملوا إيه، بقوا بيبنوا الأهرامات. بقوا عاملين إيه، مركزين قوي في بناء الأهرامات. الملوك كانوا بيبنوا الأهرامات، وأهرامات ضخمة كمان. الوقت ده سموه عصر الدولة القديمة. الوقت ده سموه إيه، عصر الدولة القديمة. طب بعد كده حصل إيه، البلد ساءت أحوال البلد. ساءت إيه، أحوال البلد، يعني أحوال البلد بقت مش كويسة. طب إيه اللي حصل، اللي حصل ان سموا عصر الضعف الاول. اتسمى ايه، عصر الضعف الاول. يعني يميس اول حاجة لما الملك مينا وحد البلاد سموه العصر العتيق. بعد كده ايه اللي حصل، اللي حصل ان الملوك بقوا بيبنوا اهرامات. بقوا بيبنوا ايه، بقوا بيبنوا اهرامات، واهرامات ضخمة كمان. طب في الوقت دوت سموه ايه، عصر الدولة القديمة. تمام. طب بعد كده، بعد كده حصل بقى للبلاد ايه، عدم استقرار وساءت احوال البلاد. ياه، ايه اللي حصل، إيه اللي حصل ان سموه عصر الضعف الاول. الفترة دي سموها ايه، عصر الضعف الاول. تمام. طيب بعد كده كان في رخاء اقتصادي. البلد بعد كده بقى فيها ايه، رخاء اقتصادي، الدنيا بقت كويسة. والملوك اهتموا بان هم يعملوا ايه، بإقامة العديد من المشروعات في مختلف المجالات. قالوا احنا نعمل مشروعات وبنعملها في مجالات مختلفة، مش في مجال واحد. وابتدت حصل ايه بقى، ابتدت حصلت ان البلاد بقت حالتها كويسة. ده سموه عصر الدولة الوسطى. سموه ايه، عصر الدولة الوسطى. يعني هنقول ان حال البلد بقى افضل. حصل ايه بعد كده، بعد كده يا ميس عصر الضعف التاني. البلد حصل لها ايه تاني، حصل لها عدم استقرار وساءت احوال البلاد، واتسمت ايه، عصر الضعف التاني. تمام. بعد كده، بعد كده يا ميس الايه، الملوك اهتموا بتوسيع الايه، بتوسيع الدولة. عملوا ايه، وسعوها خارج حدود مصر. يعني بقوا يخوضوا معارك حربية، يعني يروحوا معارك ويعملوا، ينتصروا من المعركة دي وياخدوا الايه، وياخدوا المكان دوت ويضموه لمصر، ويروحوا المكان تاني وبرضه يبقى في معركة، وبعد كده ينتصروا، وبعد كده يضموه لمين، لمصر. ده سموه ايه، سموه عصر الدولة الحديثة. طبعا عصر الدولة الايه، الدولة الحديثة، لان في ايه، في اماكن تانية اتضمت لمصر، يعني مصر بقت اوسع. طب ايه اللي حصل بعد كده، للأسف بقى عانت البلاد. بعد كده هنقول عصر الدولة الحديثة ان بقت تخوض الايه، الحرب. طيب آخر حاجة العصر المتأخر. يعني إيه يا ميس، في الوقت ده بقى عانت فيه البلاد من التفكك والاحتلال.
بقت فيه بقى ايه، بقت فيه بلاد تانية تدخل معارك فين لمصر، وتدخل معارك مع مصر ويحصل لها ايه، واحتلت مصر. في الوقت دوت احتلت مصر، وبقى اسمها ايه، العصر المتأخر. العصر الايه المتأخر، ودوت سابع عصر، آخر حاجة العصر المتأخر. نراجعهم تاني. أول حاجة قلنا الملك مينا يميس. الملك مينا عمل إيه؟ يميس خلى البلاد كلها، مملكة الشمال مع مملكة الجنوب، خلاها بلد واحدة. يميس يحكمها حاكم واحد، ده اسمه العصر العتيق. برافو عليكم. لما الملك مينا وحد البلاد وبقى فيه إيه في البلاد، بقى فيه استقرار. طيب يبقى ده أول إيه عصر، العصر العتيق. تاني عصر ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الملوك اهتمت بقى، قالوا احنا هنبني اهرامات ضخمة، في الوقت دوت اتسمى عصر الدولة القديمة. عصر الدولة الايه القديمة. ليه؟ الملوك اهتموا بان هم يبنوا اهرامات ضخمة، واحنا بنشوفها لغاية دلوقتي. تمام كده؟ طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل عدم استقرار للبلاد وساءت احوال البلاد، ده اتسمت وقتها عصر الضعف الاول. بعد كده اللي حصل رخاء يميس، والبلد بقت مستقرة، وبقت ايه بقى الملوك يعملوا مشروعات في مختلف المجالات يميس، وتسمى عصر الدولة الوسطى. بعد كده ايه اللي حصل؟ رجعت تاني يميس، ساءت أحوال البلاد، ولما ساءت أحوال البلاد اتسمت عصر الضعف الثاني. عصر الضعف الايه الثاني. بعد كده ايه اللي حصل؟ البلد تسكت؟ لا طبعا، البلد برضو حصل فيها ايه، مجد حربي. يعني ايه؟ يعني بقوا يدخلوا ايه معارك حربية، وينتصروا في المعارك دي، ويوسعوا البلد، وايه واي مكان ياخدوا كانوا بيضموه على مصر، ومصر بقت اوسع، فتسمت وقتها عصر الدولة الحديثة. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل للأسف الشديد ان مصر احتلت من ايه؟ احتلت من بلاد تانية. بلاد حصل فيها ايه، دخلت معارك فين؟ ضد مصر، وانتصروا فيها. وللأسف الشديد عملوا ايه، كان في احتلال في مصر. فايه اللي حصل دوت اسمه بقى العصر المتأخر، ودوت آخر عصر كان بالنسبة لإيه كان مصر مرت بيه. تمام كده؟ طيب نشوف بقى بعد كده ايه اللي حصل. تمام، احنا كده راجعنا عشان لما يكون في أسئلة نبقى عارفينها. تمام كده؟ طيب هنقول هنا بقى ايه، هنقول ايه اللي خلى يميس مصر توصل لايه، ايه اللي ساعدها ان هي تكون ايه، تكون آم، آم، تقدر تعمل لنفسها حضارة. ايه اللي خلى مصر تقدر تعمل لنفسها حضارة يا ميس؟ كان في عوامل بقى ساعدت في نشأة الحضارة المصرية القديمة. طب العوامل دي ايه؟ ناخدها دلوقتي. أول حاجة كان في عوامل طبيعية، يعني ربنا خلقها كده، ربنا خلقها. فمصر عملت ايه؟ عملت حضارة بمين؟ بالعوامل الطبيعية. وفي ايه تاني؟ وفي عوامل بشرية. يعني ايه؟ يعني البشر هم اللي عملوها. تمام، علشان ايه؟ عشان ايه؟ علشان قيام الحضارة المصرية القديمة. طب ايه هي العوامل الطبيعية؟ زي ايه يا ميس؟ زي نهر النيل طبعا. نهر النيل دوت من العوامل الطبيعية اللي ساعدت على نشأة الحضارة المصرية القديمة. ازاي يا ميس؟ هو مش نهر النيل خلت الإنسان أيام زمان يزرع؟ يا ميس خلت الإنسان يزرع أيام زمان. تمام، يبقى دي ساعدته ولا لأ؟ خلته يستقر يا ميس في مكان معين ويزرع. تمام كده؟ طيب هنقول الموقع مصر الجغرافي. احنا مش قلنا ان مصر موقعها متميز؟ يا ميس طبعا. وقلنا ان هي قلنا ان هي مكانها تقدر تشتري وتبيع من اي دولة. يا ميس،
يبقى ساعد مكان مصر الجغرافي، موقع مصر الجغرافي، إن هي تتواصل مع أي دولة تبيع وتشتري إيه وتشتري منها. أيوة يا ميس. طيب يبقى إيه؟ يبقى نهر النيل وموقع مصر الجغرافي دول ساعدوا على نشأة إيه؟ الحضارة المصرية. طيب المناخ ساعد ولا لأ؟ يعني إيه يا ميس؟ مش مصر فيها صيف وشتاء؟ اه يا ميس فيها صيف وشتاء. مش احنا وقت الصيف بنلاقي فواكه معينة ووقت الشتاء بيكون في فواكه معينة؟ ايوه يا ميس. طب دوت احنا زرعنا ازاي؟ زرعنا عشان بيبقى في صيف وفي شتاء، عشان كده بقى فيه محاصيل كتير. اه. يبقى المناخ ساعد مصر؟ اه طبعا ساعد مصر في تنوع ايه؟ تنوع المحاصيل يا ميس. طيب والحفاظ على الآثار يعني ايه يا ميس؟ مش احنا عندنا اهرامات وابو الهول؟ مصر فيها اهرامات وابو الهول. اه يا ميس موجودين فيها. طب ايه اللي خلى الاهرامات وابو الهول وكل الاثار اللي موجودة في مصر لغاية دلوقتي حالتها كويسة؟ ليه؟ علشان مصر موجودة فين؟ مصر ضمن الايه؟ الإقليم الصحراوي، يعني عندها صحراء ايه؟ صحراء كتير. طيب ايه كمان؟ ان الدنيا ما بتمطرش كتير، فيها فصل شتاء ولكن الدنيا ما بتمطرش ايه؟ ما بتمطرش كتير. فايه اللي حصل؟ فدوت خلى فيه الحفاظ على الآثار، خلى الآثار لغاية دلوقتي زي ما هي، مع ايه؟ ما حصلهاش حاجة. تمام كده. يبقى المناخ ساعد ولا لأ؟ اه يا ميس. اول حاجة ساعد ان احنا نعمل محاصيل في وقت الشتاء، تنوع المحاصيل في الشتاء وفي الصيف، وكمان ساعد على الحفاظ على الآثار. طب ايه تاني؟ تنوع الثروات المعدنية والصخور يعني ايه؟ يعني تنوع الثروات المعدنية والصخور. مش احنا بنجيب مش بيبقى فيه ذهب؟ بيبقى فيه ذهب. مش بيبقى فيه فضة؟ بيبقى فيه فضة يا ميس. مش بيبقى فيه نحاس؟ في نحاس يا ميس. طب كل ده مش فيه صخور؟ فيه صخور يا ميس. يبقى ده موجودين فين؟ موجودين في مصر. يعني ايه؟ يعني خلى كمان الانسان المصري، خلى ايه الانسان يعمل ايه؟ يصنع يا ميس. يعني يعمل ايه؟ يعمل الحلي ويبني الأهرامات والمعابد ونحت التماثيل. يعني إيه؟ يعني دي أخدينها من الطبيعة؟ الإنسان ما يقدرش يعمل الحاجات دي إلا لما ياخدها من الطبيعة. أخد الذهب من الطبيعة، بياخدها ويشكلها بقى زي ما هو عاوز، يعملها خاتم، يعملها غويشة، يعملها أي حاجة، اسورة، أي حاجة. الأهرامات بياخدوا منين الصخور؟ بياخدوها من الطبيعة برضو، وبنوا الأهرامات الكبيرة دي من الطبيعة. ما يقدروش يعملوها من نفسهم كده، هيعملوا طوب من نفسهم؟ لا، أخدوها من الطبيعة. يعني يا ميس تنوع الثروات المعدنية والصخور هي برضو ساعدت في إيه؟ في نشأة الحضارة المصرية القديمة. طيب خلاص كده خلصنا العوامل البشرية. طب نشوف الإنسان عمل إيه؟ عمل إيه يا ميس؟ عوامل بشرية يعني الإنسان اللي عملها. زي إيه؟ زي الجيش. الجيش دوت بيعمل إيه؟ بيحمي البلاد. الجيش بيعمل إيه؟ بيحمي البلاد يا ميس. طيب الجيش دوت ساعد في نشأة الحضارة المصرية؟ طبعا يا ميس، لأن الجيش المصري ده من أقدم الجيوش، وأصبح لمصر جيش موحد. بعد ما الملك مينا وحد البلاد بقى ليها جيش واحد بس. تمام كده. وكمان أنشأ أول إمبراطورية في العالم. أنشأ إيه؟ أول إمبراطورية في العالم. ومصر حكمت بلاد كتير. خدوا بالكم، مصر حكمت بلاد كتير أيام زمان، زي الشام وزي العراق وزي الصومال. وفي الوقت دوت كان بنقول عليها ايه؟ كان بنقول عليها امبراطورية. كان في عهد مين؟ كان في عهد تحتمس الثالث. كان بنقول عليها امبراطورية. ليه؟ علشان كان ايه؟ كانت مصر بتحكم بلاد تانية. من اشهر المعارك اللي كانت موجودة معركة اسمها مجدو. معركة اسمها ايه؟ اسمها مجدو. برافو عليكم، شاطرين، انا سامعاكم. طب تاني واحدة، الوحدة. يعني ايه الوحدة؟ وجود وحدة بين المصريين. يعني ايه؟ يعني بقوا ايه؟ بقوا مع بعض ايد واحدة. طب ده حصل ايه؟ على يد مين؟ الملك نعرمر يا ميس، اللي هو ملك اسمه ايه؟ مينا. بقى المصريين كلهم ايد واحدة. طب ايه تاني؟ إقامة الحكومة المركزية. يعني ايه؟ يعني دي حكومة بتشوف مصالح الشعب، عاوزين ايه؟ الشعب عاوز ايه وبتعمله له. طب ايه تاني؟ ان هي بتحكم مصر، يعني بتقول قوانين عشان محدش يتعدى على حقوق حد. تمام.
فكانت بتصدر ايه؟ بتصدر قوانين والشعب يلتزم بيها. بعد كده الكفاح المصري. يعني ايه الكفاح المصري؟ يعني ايه الكفاح المصري؟ يعني ايه؟ يعني الجهود اللي ايه؟ الجهود الكبيرة اللي حصلت علشان نشأة ايه؟ نشأة الحضارة. زي ايه يا ميس؟ يعني من غير المصريين ما كانش هيبقى فيه ايه؟ ما كانش هيبقى فيه الايه؟ الحضارة المصرية. ليه؟ مش احنا شايفين الاهرامات اتبنت ازاي؟ المصريين هم اللي بنوها يا ميس. يبقى هم تعبوا ولا لا؟ كان في كفاح ولا لا؟ كان في كفاح عشان مصر توصل ايه؟ لمكانة عالية. يبقى كفاح المصري هو اللي عمل برضو ايه؟ كفاح المصري هو اللي عمل ساعد في نشأة الايه؟ نشأة الحضارة المصرية. تمام؟ طيب، يبقى كفاح ايه؟ كفاح المصري. تمام؟ طيب، بعد كده احنا عايزين نعرف بقى ايه؟ شوية معلومات كده. تمام كده؟ طيب، نعرف ايه بعد كده؟ عايزين نعرف معلومات يا ميس عن الجيش المصري. هنعمل ايه؟ لو عايزين نعرف معلومات عن الجيش المصري هنروح سوهاج. هنروح فين يا ميس؟ هنروح سوهاج. ليه؟ هنروح سوهاج هنلاقي مقبرة اسمها مقبرة القائد ويني. ماله القائد ويني ده؟ مقبرة القائد ويني دوت الكاتب على المقبرة بتاعته معلومات عن الجيش. كاتب عن المقبرة ايه؟ معلومات عن الجيش المصري. هي نقوش. تمام؟ نقوش. كاتب نقوش كده. النقوش دي فيها معلومات وبيتكلم عن الجيش المصري. لو رحنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي معلومات كتير عن الجيش المصري. تمام كده؟ طيب، عايزين نقول ايه؟ عايزين بقى ايه؟ عايزين نشوف حياة المصريين كانت عاملة ازاي. هنعمل ايه يا ميس؟ هنروح القرية الفرعونية. يعني ايه؟ يعني احنا هنروح محافظة الجيزة. تمام؟ وهنروح القرية الفرعونية اللي تم افتتاحها عام 1984. موجود فيها ايه يا ميس؟ موجود، هي تعتبر متحف مفتوح. متحف مفتوح في ملامح الحضارة المصرية القديمة. يعني بيعرضوا ايه يا ميس؟ بيعرضوا القرية ايام زمان كانوا عايشين ازاي. بيعرضوا حياة المصري القديم كان عايش ازاي. ومن خلال ايه؟ من خلال ان فيه ناس عاملة ايه؟ لابسة ملابس المصري القديم. ايه ده؟ يعني احنا هنروح نلاقي ناس لابسة الملابس ايام زمان خالص. وهنلاقيهم كمان بيزرعوا زي أيام زمان، وبيعملوا صناعة زي أيام زمان. أيام زمان ما كانوا بيعملوا، هم بيعملوا زيها، وبيعملوا الطقوس المصرية القديمة. يعني هنروح نتفرج ونشوف كانوا بيعملوا إيه. طيب، وهنلاقي كمان موجود مقبرة الملك توت عنخ آمون، وهنلاقي كمان متاحف، وهنلاقي كمان مراحل تاريخ مصر المختلفة. هنشوف كل اللي احنا قلناه النهاردة الدرس ده هنلاقيه موجود ايه؟ موجود هناك. وما تنسوش متحف المراكب اللي موجود فيه مراكب وقوارب مصرية قديمة جدا. وهنلاقي كمان زي مركب الشمس. مركب الشمس كانت للملك خوفو. وهنلاقي القوارب الجنائزية للملك مين؟ توت عنخ آمون. هنروح هناك لو احنا عاوزين نشوف ايه؟ نشوف حياة المصري القديم. فهنعمل ايه؟ هنروح فين؟ هنروح يا ميس في محافظة الجيزة. هنروح نشوف القرية الفرعونية هناك. طيب، كده نراجع الحتة دي تاني. تمام، نراجع الحتة دي تاني علشان تثبت معانا. احنا بنقول ايه؟ بنقول يا ميس اللي ساعد في بناء الحضارة المصرية القديمة، في قيام الحضارة المصرية القديمة، عوامل طبيعية وعوامل بشرية. طب قولوا لي العوامل الطبيعية زي ايه؟ زي نهر النيل. نهر النيل الإنسان زرع عنده يا ميس واستقر وقعد وبنى بيوت وإيه؟ وعاش جنب نهر النيل. طيب إيه تاني غير نهر النيل؟ موقع مصر الجغرافي يا ميس. حضرتك ما تعرفيش إن موقع مصر متميز وتقدر تشتري وتبيع من أي بلد؟ يبقى ده خلاها تعمل إيه؟ خلى دوت ساعد على نشأة الحضارة المصرية. طب إيه تاني؟ المناخ يا ميس. مصر فيها صيف وشتاء. وقت الصيف بنزرع محاصيل معينة، ووقت الصيف بنزرع محاصيل معينة. وكمان الدنيا ما بتشتيش كتير فين؟ في مصر يا ميس. علشان كده حافظوا على ايه؟ الآثار اللي موجودة في مصر. يعني المناخ ساعد على تنوع المحاصيل والحفاظ على الآثار.
إيه تاني؟ تنوع الثروات المعدنية والصخور. يعني إيه؟ يعني تنوع الثروات المعدنية والإيه؟ والصخور ده خلى إيه؟ ده خلى المصري يعمل إيه؟ يقوم بصنع إيه؟ بصنع الأدوات والحلي، ويبني كمان أهرامات وإيه؟ ومعابد، وينحت التماثيل. تمام. طب العوامل البشرية زي إيه؟ البشر بقى هم اللي عملوها بإيديهم، زي الجيش. لما الملك مينا وحد البلد كلها، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن إيه؟ البلد كلها بقى ليها جيش واحد بيحمي البلاد. طيب الوحدة بعد يميس ما الملك مينا وحد البلاد، المصريين كلهم بقوا إيد واحدة. طب بعد كده بقى في حكومة مركزية يميس، الحكومة دي بترعى مصالح الشعب وبتصدر قوانين، وبقى يعمل إيه؟ المصري بقى بيلتزم بالقوانين دي. طب الكفاح المصري، لو ما كانش فيه كفاح المصري يميس، اللي هو المصري اللي هو عمل ايه؟ المصريين عملوا ايه؟ كفاح المصريين عملوا ايه؟ بنوا يميس الأهرامات، وكانوا هم اللي بيعملوا الحلي ونحت التماثيل والمعابد، وكل دوت المصري عمله بإيده. تمام كده؟ طيب، يبقى احنا طيب لو احنا عاوزين نروح نشوف كل اللي احنا قلنا عليه دوت حياة المصري، هنروح يميس القرية الفرعونية في محافظة الجيزة. تمام كده؟ تمام. يبقى كده احنا لخصنا وايه وقلنا الدرس كله، ويا رب تكونوا ايه يكون ثبت معاكم. وهنزل تسجيل برضو في اسئله اجابه عن الاسئله. تمام، اجابه عن اسئله. فان شاء الله باذن الله هنزله فنسمعه بعد ما نسمع الدرس وشرح الدرس كويس. ونتقابل ونتقابل الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.